تخيل معايا واحد الراجل معروف في الحومه ديالو. كاع الناس كيحترموه، كان كيشارك في الاعمال الخيريه وكان كيدخل الفرحه لقلوب الدراري الصغار، وهو لابس اللباس ديال المهرج. اي واحد غادي يشوفه غادي يقول مستحيل هذا الانسان يكون عنده شي سر خطير. ولكن شنو الا قلت لك ان هذا الشخص كان كيخبي حياه اخرى، حياه ما كان حتى شي واحد كيعرف عليها شي حاجه ولا كان متوقعها. هذه القصه صدمت كاع الناس في الولايات المتحده الامريكيه كامله، ومازال حتى اليوم كتعتبر من اخطر القضايا الجنائيه. ولكن قبل ما نبدا، ما تنساوش تكتبوا لي في التعاليق الا كنتوا في بلاصه المحققين شنو هو اول شخص غادي تشكوا فيه. ودابا خليونا نبداو. السلام عليكم، مرحبا بكم في دار ستوريز بالدارجه، قناه اللي كنعاودوا فيها قصص وقضايا حقيقيه وجرائم واقعيه وحتى قصص الرعب. بالنسبه للناس اللي كيعجبهم هذا المحتوى، ما تنساوش تكتبوا لي في التعاليق اش من نوع القضايا والقصص اللي كيعجبوكم باش نهضروا عليهم هنا في القناه. اما بالنسبه للناس اللي اول مره غادي يشوفوا القناه، ما تنساوش ديروا اشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم فيديوهات جداد. ودابا خليونا نبداو القضيه ديالنا. القصه وقعت في الولايات المتحده الامريكيه. واحد الراجل اللي سميتو جون واين غايسي كان معروف بين الناس انه راجل اجتماعي وعنده علاقات مزيانه مع الناس. كان كينظم انشطه محليه وحتى بين الدراري الصغار كان معروف حيت كان كيلبس اللباس ديال المهرج في المناسبات. من برا كان كل شيء عادي، ولكن اي واحد كيعرف التحقيقات الجنائيه كيعرف باللي المظاهر ماشي ديما هي الحقيقه. غادي يدوزو ايامات وشهورا والحياه غادا بشكل طبيعي، حتى لواحد النهار غادي يوقع واحد الاختفاء اللي غامض. واحد الشاب غادي يخرج من الدار وما غاديش يرجع. العائله ديالو كيقولوا انه ربما سافر ولا هرب. هنا البوليس غادي يفتحوا تحقيق، ولكن ما كان ايامات غادي يدوزو على اول اختفاء. المحققين غادي يبداو يجمعوا اي معلومه واخا كانت صغيره. غادي يبداو الاستجواب مع العائله والاصدقاء ديال الضحيه ومع اي واحد شاف الضحيه اخر مره. هنا كان كل واحد كيعطي روايه مختلفه، ولكن ما كان حتى دليل اللي يقدروا يوجهوا به التحقيق. بعض الناس كانوا كيقولوا ان داك الشاب كان باغي يبدل حياته ويسافر، والاخرين كانوا كيقولوا انه كان فرحان وما كانش عنده مشاكل. الوقت كيدوز وايامات كيدوزو، وهنا غادي يوقع واحد الاختفاء اخر جديد. موراها بشي ايامات واحد الشاب اخر غادي يختفي. هنا المدينه كامله بدات كتعيش في واحد الخوف، وكيسولوا واش عندنا قتيل متسلسل ولا هاد الشباب كيهربوا بالاراده ديالهم. البوليس ما كان عندهم حتى جواب. وسط هاد الفوضى غادي يخرج واحد الشاهد اللي غادي يقول كلمه بسيطه، ولكن للاسف حتى ما غيعطيها اهميه. غادي يقول باللي شاف واحد من هاد الشباب اللي اختفاو كان كيهضر مع واحد الراجل اللي كان كبر منه في العمر. كان باين عليه راجل محترم، ما كان لا صداع لا تهديد لا مقاومه. هاد الشاب غادي يمشي مع داك الراجل، ولكن الشاهد غادي يقول انه ما كيتذكرش الملامح ديال داك الراجل مزيان. وللاسف هاد الافاده بقات غير ورقه وسط المئات ديال الاوراق. التحقيق بدا كيدخل في طريق مسدوده، والعائلات بداو كيفقدوا الامل. في نفس الوقت كاين واحد الشخص اللي عايش حياته بشكل عادي، كيحضر مناسبات وكيضحك مع الناس، وحتى واحد ما كان كيشك فيه. ولكن المحققين ما كانوش عارفين ان دليل صغير غادي يقلب القضيه كامله. غادي يدوزو اسابيع، وهنا بعض الملفات ديال الاختفاء بدات كتبان وكانها غادي تسد بلا نتيجه. والمحققين ما غاديش يحبسوا، غادي يعاودوا يراجعوا الملفات من جديد، وغادي ياخذوا واحد القرار مهم. غادي يقارنوا جميع الحالات ديال الاختفاء مع بعضياتها ويشوفوا واش كاينين شي تفاصيل صغيره اللي كانت كتعاود. وبالفعل بدا كيبان لهم ان اغلب الضحايا اختفوا من نفس المنطقه تقريبا وفي نفس الفتره الزمنيه. والغريب اكثر ان بعض العائلات قالوا ان الابناء ديالهم كان عندهم موعد عمل ولا لقاء مع شي شخص قبل ساعات قليله من الاختفاء. ولكن شكون هو هذا الشخص؟ ما كان حتى شي اسم واضح ولا حتى شي دليل مباشر. المحققين بقاو كيجمعوا الافاده وحده بوحده حتى خرج لهم واحد الاسم اللي كان تذكر، ولكن بشكل غير مباشر. الاسم ما كانش كافي باش يديروا الاعتقال، وما كان حتى دليل مادي اللي يقدروا يربطوا به حالات الاختفاء. وفي نفس الوقت هذا الشخص كان كيتصرف بشكل طبيعي، كان كيخرج كيخدم كيهضر مع الناس، ما كان بحال ما كان عنده حتى شي علاقه بالواقع. هذا الشيء اللي خلى بعض المحققين يشكوا واش اصلا كاين شي قاتل متسلسل وان كل حاله مستقله على الاخرى. ولكن غادي توقع واحد المفاجاه، واحد الاختفاء اخر غادي يوقع، وهاد المره تفاصيل كانت مختلفه شويه. واحد من هاد الشهود
عطى واحد المعلومة صغيرة، ولكن المحققين قرروا يتبعوها حتى النهاية. ما كانوش عارفين أن هذه المعلومة واخا بسيطة غادي تفتح لهم واحد الباب على واحد من أخطر الأسرار اللي عرفها التاريخ في الجرائم. من بعد آخر اختفاء، المحققين قرروا يرجعوا للتفاصيل من جديد. كان عندهم عشرات ديال الملفات ومئات ديال الإفادات وآلاف ديال الملاحظات، ولكن كان خاصهم خيط واحد. وملي كانوا كيراجعوا الأقوال ديال الشهود، واحد من المحققين غادي يلاحظ أن واحد الاسم بدا كيتعاود واخا بشكل غير مباشر، ماشي لأن الناس كانوا كيتهموه، ولكن لأن بعض الضحايا سبق لهم تلاقاو به ولا سمعوا عليه ولا كانت جمعهم علاقة عمل مؤقتة. هذا الاسم كان هو جون واين غايسي، ولكن واش هذا الشيء كافي باش يكون مشتبه فيه؟ اكيد لا. غايسي كان راجل معروف، عنده شركة ديال البناء، وكانوا بزاف ديال الشباب كانوا كيخدموا معاه. يعني الظهور ديال الاسم ديالو في الافادات ما كانش شي دليل على اي جريمه، بل بالعكس، اي شخص سولوا عليه كان كيقول نفس الجواب: راجل محترم كيعاون الناس، عنده سمعه زوينه. هاد الصوره خلات حتى بعض المحققين يستبعدوه من البدايه، ولكن واحد المحقق قال جمله مهمه: الا تجاهلنا اي احتمال عمرنا غنوصل للحقيقه. ومن ثم قرروا المحققين انهم يراقبوا عن قرب. بداو يجمعوا معلومات على التحركات ديالو ويقارنوها مع التواريخ الاختفاء ديال الضحايا، وكل ما زادوا معلومات زاد الشك، ولكن مازال ما كان حتى دليل قانوني يسمح بالاعتقال ديالو. واحد النهار غادي توقع واحد الحاجه اللي غادي تقلب المجرى ديال التحقيق كامل. ايامات المراقبه كانت كتمر ثقيله. المحققين كانوا كيتبعوا التحركات ديال جون واين غايسي، ولكن مازال ما عندهم حتى دليل. كل مره كان كيبان ان كل شيء عادي، كيخرج للخدمه، كيهضر مع الجيران، وكيعيش حياته بشكل طبيعي. ولكن كل ما تعمقوا في التحقيق، بداو المحققين كيلاحظوا تناقضات صغيره في بعض التصريحات ديالو. هاد التناقضات ما كانتش كافيه باش يتعتقل، ولكن كانت كافيه باش تخلي الشك يكبر. واحد النهار المحققين غادي يوصلوا لخيط جديد كان مرتبط باخر شاب اختفى. هاد الخيط خلاهم يقدموا طلب قانوني باش يوسعوا التحقيق ويركزوا اكثر على غايسي. كان واضح ان القضيه دخلت في مرحله جديده، مرحله ما بقاش فيها مجرد حالات اختفاء. المحققين كانوا عارفين ان الخطوه الجايه اما غادي تثبت براءه ديال الرجل، ولا غادي تكشف واحد من اخطر الاسرار اللي عرفتها امريكا. ولكن شنو اللي لقاو؟ واش كان الشك في محله ولا كانوا غالطين؟ هذا الجواب غادي نعرفوه في الجزء الثاني، ملي غادي تبدا عمليه تفتيش اللي غادي تغير القضيه كامله وتكشف الحقيقه اللي صدمت العالم. وصلنا للنهايه ديال الفيديو ديال اليوم، وإلا وصلتوا حتى لهنا ما تنساوش تكتبوا لي في التعاليق واش كنتوا غادي تشكوا في جون فاين غايسي من البدايه، وما تنساوش تشتركوا وتفعلوا الجرس باش ما يفوتكمش الجزء الثاني. سلامه.